والله أنا ضحية من ضحايا هذا النظام المزور والمشوه. نظام ريعي مرتشي متعفن تافه. بديت سخون اخويا يعني. لا أنا أعطيك مثال بسيط. بلاتي بديت سخون. أعطيك مثال بسيط جدا. تفضل. السيدة زهية، أين كنت يوم 5 أكتوبر 1988؟ في التلفزيون. ما هو الخبر الذي افتتحتم به النشرة في ذلك اليوم؟ والله لن أذكر، لما لك عندك تسجيل. لا مثلا هل التلفزيون الجزائري طيلة الأسبوع كامل أحداث أكتوبر أشرت ولو مرة واحدة إلى ما كان يجري في الساحات في الشارع؟ نعم كانوا زملاء وبكينا على هؤلاء الزملاء. أنا أتكلم على التلفزيون. هل فيه نشرات أخبار خاصة؟ هل فيه أخبار يعني نقلتوها في التلفزيون؟ أساسا نقول لك الحق، لأنه الشعب يتذكر. مشكلة هذا النظام هو محاولة استغباء واستحمار واستبغال الشعب، وكأننا بدون ذاكرة. اسمحي لي، أنتم فتحتوا، أنا أتذكر جيدا. أنتم يعني إحنا الإفلان ولا لا في التلفزيون، يعني التلفزيون الجزائري لما كان الشباب الجزائري يسقط، اسمحي لي، يسقط رأيه، كل واحد عنده رأي، يسقط في بيلكور ولكن احنا ايضا كنا خليني ماشي نكمل. كنا في التلفزيون، فتحتوا تقارير، فتحتوا يعني ان 20 يعني نشره بيع تقارير عن ذبابه التسيتي، والشعب الجزائري يتذكر جيدا ذلك. ربما لم يكونوا يقدروا حجم مش حجم، لان انا ما نتكلمش عليها هي. الحدث كحدث يمكن ان يغير مسار الديمقراطيه في الجزائر. أنا اتكلم عن النظام. نعم. لما نظام الصحفي موظف، لما الصحفي يكذب لانه المدير تاع التلفزيون قال له يكذب، والمدير تاع التلفزيون علاش يكذب؟ لانه وزير الاعلام قال له كذب، ولما وزير الاعلام يكذب لانه رئيس الحكومه يقول له تكذب، وهكذا لما في السلم نمشي كلهم يلزم يكذبوا. معنا وزير اعلام سابق السياسي. نعطيك مثال بسيط في فتره حساسه من تاريخ الجزائر. لا اعطيني، نعطيك مثال بسيط. وصل فكرتك. بسيط. تفضل. فيه رئيس حكومه مثلا، نعطيك ويحيى مثلا مثال عملي. في مثلا في 13 مارس، في 12 مارس تم وش يقول ويحيى المعلومه، ويحيى 12 مارس اي سنه؟ 2005. مثال بسيط. نعم. الامثله كثيره يعني. نعم. ويحيى ينفي لقاء بين بوتفليقه وشمعون بيريز بمدريد.